اللي قد يغير الواقع لأننا نحن الصحراويين المغاربة فوق ترابنا ولا خليناها يدخل عندنا. أما النباح قلب الشاشات والمواقع والتلفزات والقنوات ونحن ما أنك مغير أنك في نظر المغاربة صفر في الشمال، والكلام راهو معروف موجه لمن اللي قد عليا. انتم ما ديتوها منين كان بونا وحده الله يرحمه، منين كان الحسن الثاني وحده وتكالبتوا عليه عدة دول وما ديتوا حبة رمل. ليه تشدوها بريك؟ أخي رأسه شاب وصحته ذهبت من أجل أرض بلاده. مالكنا شوفوه مساكين، صحته مشات لا به التراب وبه الأرض بغى يحافظ عليها من كثرة التخمام والهم والمشاكل اللي عنده. اللي قد علينا يدخل شعورنا، اللي قال عنه ذكر فوق شمال أفريقيا. تعال ادي الصحراء. احنا المغاربة لم نخرج يوما ما ونقول حقرنا المراركة، وحتى منين جانا هذا كلب فرنسا مولي يتمسح في كراعينه. الشعب المغربي قاع ما عبروا عاش الملك عاش الملك عاش الملك، حتى السلام قاع ما وسلموا عليه. لا من كرم الضيافة مدوا له يدهم. ما خلق مغربي قال لهم ماكرون فيزا. لا عاش الملك عاش الملك. ما انكم لي تعرفوا صلتنا بملكنا ولا صلتنا بترابنا، نين تلحقوا حدودنا. غير ما دامكم تصقوا خلف الشاشات ستبقون كعادة أجدادكم في عهد العثماني وبعد بيعهم للفرنسي. النباح والصويح من بعيد، غير الواقع نحن الرجال. وأنا مرة نقولها لكم من الرجالة مستعدون إن قدر علينا الله الحرب بيننا وبينكم، ولكن كيف ستحاربوننا دون سبب؟ دولة يحكمها نظام همجي، لا سياسة لا تاريخ، تائهين في الدنيا، ما عندكم هوية، تتلصقون. يا ابوي يحسدني ولا عدل كيفين، ترى دولة الغاز والبترول، ولكن بقرارة الحكام الذي يحكمونك أصبحت مزبلة الغاز والبترول. وإحنا نتم دائما المغاربة لن ننزع تاج الملكية ونضع مكانه قبعة عسكري.